السلام عليكم، عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في موضوع ان شاء الله يعجبكم. ازاي تحبي نفسك وازاي تقدريها وتديها قيمتها. في سؤال بيشغل بال ناس كتير او بنات كتير. هو ان انت تفكري بينك وبين نفسك، ازاي احب نفسي؟ طب وانا هستاهل الحب ده؟ ساعات كتير بنبقى عايشين طول الوقت بنجلد نفسنا او بنقارن نفسنا بناس تانية، وبننسى حاجة مهمة قوي، اننا نستاهل نتحب زي ما احنا بالوضع اللي احنا عليه. وانا النهارده جايه معاكم كده عشان اقول لكم خطوات بسيطه وعمليه. آه اي واحده فينا تقدر تبدا بالخطوات دي من النهارده عشان تتعلم ازاي تحب نفسها بجد. هاتوا كوبايه الشاي او القهوه بتاعتكم ويلا بينا نبدا الفيديو. اول واهم حاجه عايزه اكلمكم عليها هو انا ليه اصلا احب نفسي. اهم حاجه عايزاكم تعرفوها ان حب النفس ده مش معناه انانيه. لا، هو انا لما احب نفسي هقدر ان انا اختار علاقات حواليا مثلا تليق بيا. هقدر ان انا اقول لا لاي حاجه ما تناسبنيش او اي حاجه مش عايزه اعملها باريحيه، من غير ما احس من جوايا بلوم او حاجه، ومن غير ما ادي كل اللي حواليا او اكون متاحه طول الوقت. كمان هتعيشي مرتاحه اكتر من غير اي صراع داخلي. حب النفس هو اساس اي سعاده في حياتنا او اي نجاح بتحققيه في حياتك. ده كده بالنسبة لأول نقطة، ليه مهم إن أنا أحب نفسي. تاني نقطة بقى الخطوات العملية اللي قلتلكوا عليها عشان تقدري تحبي نفسك. أول حاجة لازم إن انتي تعترفي بقيمتك. كل واحدة فينا ليها قيمة حتى لو شايفة إن هي عادية. جربي كده في مرة تقعدي مع نفسك وتكتبي 3 مميزات فيكي أو 3 حاجات انت شاطرة فيها. لما تقعدي مع نفسك وتحاولي إن انت تكتبي هتلاقي أكتر من 3 بكتير. هتلاقي فيك حاجات كتير جدا كويسة أكتر ما انتي كنت تتوقعيها، هتتفاجئي حقيقي. تاني حاجة تعاملي نفسك كصاحبة أو صديقة. تخيلي صاحبتك كده عملت حاجة غلط، آه أو حصل منها أي رياكشن مش المفروض إن هي تعمله. انتي الطبيعي بتاعك رد فعل طبيعي، بيحاول ان انتي تشجعيها وتقدري ان انتي تفيديها من غير ما تعامليها بقسوة او تقولي لها ان انتي غلط، ما كنتيش المفروض تعملي كده. طب ليه احنا بنعامل نفسنا كده؟ ليه لما انتي تغلطي بتبقي قاسية على نفسك؟ من النهاردة عاملي نفسك كأنها صاحبتك. تالت حاجة اهتمي بنفسك. اهتمام بنفسك ده مش رفاهية، لأ، ده أساسي. وكمان قايلة ان هو علشان نفسك، علشان طاقة الأنوثة عندك. اهتمي بنفسك حتى لو 10 دقايق في اليوم. اعملي ماسك لوشك، ماسك لشعرك، اتعلمي مثلا هواية جديدة، كروشي، تريكو، أي حاجة من الهاند ميد دي. ارقصي 10 دقايق، اعملي أي حاجة لنفسك وبس. كلي أكل صحي، نامي كويس. اهتمامك بنفسك ده أساسي، مش إن هو حاجة رفاهية. الرابع بقى وأهم حاجة إن احنا نبعد نفسنا عن المقارنات. يعني ايه نبعد نفسنا عن المقارنات؟ المقارنة حقيقي بتسرق فرحتك. مقارنيش حياتك بغيرك، ركزي على إنجازاتك انتي مش إنجازات الناس. انتي أولى بكل دقيقة في وقتك. خامس حاجة وعايزة أكلمكوا عليها، سامحي نفسك. احنا طبيعي بني آدمين وبنغلط، والغلط ده مش نهاية العالم، لأ بالعكس هو بيكون درس ليكي. فانت هتقولي لنفسك ان انا غلطت فهتعلم. سادس حاجة في الخطوات دي الامتنان اليوم. جربي زي كده تكتبي 3 حاجات حلوة حصلت لك مثلا في اليوم. هي ضحكة، كلمة حلوة، حتى لو أكل استمتعتي بيه، عصير استمتعتي بيه. حقيقي الامتنان والشكر بيغير طاقتك بالكامل. عايزة أكلمكم بعد كده على تمرين عملي بسيط عشان يعلمك ازاي تحبي نفسك وهيزرع جواكي أكتر. قومي دلوقتي، اقفي قدام المراية وابتسمي وقولي أنا استاهل أحب نفسي، أنا استاهل الحب، أنا كفاية زي ما أنا. ممكن تبدأوا في تمارين تاني برضو معايا. اكتبولي في الكومنتات اللي تحت الفيديو صفات فيكم كويسة أو حاجة بتحبوها في نفسكم. في تمرين تاني كمان ممكن تعمليه. ممكن تكتبي رسالة لنفسك زي صاحبتك. يعني تكتبي لها في كلام حلو، تقولي فيها إيه اللي بتحبيه فيكي،
اللي عايزة تعتذري عنه. حاجة كمان ممكن تعمليها، ممكن تكتبي لستة لحاجات انت عايزة تجربيها، واكتبي الليستة دي لنفسك مش لحد. حاجة مهمة كمان عايزة اكلمكوا عليها، ازاي تتعاملي مع النقد والكلام السلبي. ان هو اي حد بيقولك اي حاجة تقلل ثقتك بنفسك، استهزاء بيكي، ايا كان ايه الكلام، بس منه كلام سلبي ما يعليكيش لفوق، تتعاملي معاه ازاي؟ في ناس دايما هتنتقدك حتى لو عملتي كل حاجة صح. خدي من كلامهم الجزء اللي يفيدك، عدي كلام على عقلك والباقي سيبيه، لان النقد مش دايما بيعبر عنك، ممكن بيعبر عنهم هم. ممكن يبقى من كلامهم غيرة او حقد. يعني مثلا انت عملتي لون شعر جديد، فتيجي واحدة تقولك الله شعرك حلو قوي، بس دي من ايام التسعينات مثلا. هي بتقول عايزة تبين ان انت مثلا تسريحتك قديمة قوي، او ان لون شعرك مش حلو، بس بتقولها بطريقة إن السم في العسل. عشان انتي لما تقولك كده الطبيعي ان هي عايزة الرياكشن بتاعك ان انتي تتضايقي. طب انتي بقى لو بينت لها العكس ان انتي مش متضايقة بحاجة زي كده، هي هتبقى موصلتش للي عايزاه وهي اللي هتتضايق. وبجد اتعلموا تكسفوا الناس البجحة. في مثل كده على طول اهلنا بيقولوا يعيش اللي بيجح على قفا المكسوف. فانتي لو اتكسفتي ان انتي تردي على حاجة ضايقتك، على حد ضايقك، كلمة مش عاجباكي، ليه انتي تتضايقي لما ممكن انتي تردي وتضايقي اللي قدامك والموقف يبقى عدى؟ ولازم طبعا الرد يكون في لحظتها. انا عارفة ان ده مش هيجي اول ما تحاولي تعملي كده، بس مع التدريب وتكرار الموقف هتلاقي الرد عندك اصلا حاضر. ما تخليش حد يضايقك وانتي ما ترديش عليه. لازم تردي في وقتها. حب النفس رحلة مش هتحصل في يوم وليلة، لا خالص، بالعكس. كل يوم مع خطوة صغيرة منك هتلاقي نفسك أقرب وأقوى للرضا الداخلي جواكي. فحب النفس مش زرار بتضغطي عليه فهتبقي دلوقتي كده. حاولي كل يوم خدي خطوة صغيرة أو بسيطة علشان تقربي، عشان تقربي للتغيير. هتلاقي نفسك اتغيرتي بجد. وعلى طول افتكري أنا أستاهل أتحب زي ما أنا مش كتير على أي حد. عارفين المثل الأجنبي بتاع fake it till you make it؟ انتوا قولوا لنفسكوا على طول كلام كويس، وقفي قدام المراية وقولي لنفسك على طول كلام مشجع. انتي في الأول حتى لو مش مؤمنة ده، مش مؤمنة بده، مع التكرار هتحسي انه لا، انا حقيقي استاهل، انا كثيرة على اي حد. من فضلكم ما تقبلوش باي صداقات او اي علاقات اقل من اللي انتوا تستحقوه. حتى لو انتوا هتفضلوا لوحدكم، تفضلي لوحدك ووقتك ليكي لنفسك احسن ما تقعدي مع ناس مش شبهك وانتي مش مرتاحة معاهم، وبتمثلي علشان تكوني حاجة تعجبهم وتكوني شخص يعجبهم، وفي الاخر مش هتكملي معاهم عشان محدش بيكمل غير مع اللي شبهه. وفري طاقتك دي كلها وخليها لنفسك، استثمري في نفسك. بس كده خلصت الفيديو. لو الفيديو عجبك وشفتي فيه اي حاجة فادتك، يا ريت تعملي لايك واعملي سبسكرايب عشان القناة تكبر ليكوا تكونوا كلكم اخواتي. وشاركيه مع اختك او صاحبتك، اي بنت انت شايفاها عموما محتاجة ان هي تسمع الكلام ده. بس بحبك واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.